السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. أولا نتقدم بأحر التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نسأل الله أن يعيد علينا ونحن في أمن واستقرار وأن يتقبل مننا جميعا. طبعا بالنسبة موسم الحج نحن نأخذ من زاوية إن شاء الله تربوية، وحيكون موضوعنا اليوم عن موضوع الإرشاد بالحدث. يعني يمكن احنا لاحظت وتابعت كثير من المواد الموجودة في وسائل التواصل أو في الإنترنت بشكل عام. دائما معظم المواد تركز أو معظم الحلقات تركز على كيف أهمية الركن هو الحج، الركن الخامس، وكيف نستفيد العشر الأواخر وفوائد العشر الأواخر وعظمة هذه العشر ذو الحجة اللي هي عشر ذو الحجة وأهميتها بالنسبة لنا إحنا كمسلمين وكيف نستفيد منها، وتعتبر هي بالنسبة لنا موسم القرص يعني. ومن زاوية أخرى نحن الآن نتناول هذه العشر ذو الحجة من زاوية الجوانب التربوية. ما هي الدروس المستفادة وما هي الدروس والعبر نحن نأخذها كأولياء الأمور من هذه العشر ذو الحجة وكيف ممكن نستقلها؟ وأنا هذا ما لاحظته يعني نكون يعني للأسف يعني يمكن مش ما كل الأولياء الأمور، لكن معظمنا نحن ككبار فقط نحن ممكن الآن نتداول ما فيما بيننا في جروباتنا إنه أهمية العشر ذو الحجة وكيف ممكن نحن نستقلها نحن ككبار من تلاوة القرآن والصيام والزكوات وغيرها من أعمال الخير. لكن ماذا عن أبنائنا؟ هل نحن أنا كأم وكأب هل فعلا أنا عندي خطة لهذه العشر ذو الحجة؟ وكيف ممكن أنا أستفيد أن أقرص كثير من القيم الإيمانية في نفوس أبنائنا؟ وهذا ما يعني يمكن استوقفتني هذه الأسئلة وكثير من الاستفسارات، وكنت ألاحظها على أرض الواقع. وكانت نتيجة كذلك قبل عامين في شابة كانت رافضة تلبس الحجاب، وسبحان الله وهي تروي بلسان حالها تقول بدأت أنا وهي عمرها كان في ذاك الوقت يعني عمر 15 سنة، بدأت تشاهد برنامج في اليوتيوب من أول يوم ذي الحجة وتتابع هذا البرنامج، وسبحان الله كان هذا البرنامج يعني سببا في هدايتها، وبدأت لبسة الحجاب وتغير سلوكها. يعني نسأل الله أن الثبات لنا وللجميع 180 درجة. يعني أصبحت البنت ما شاء الله يعني بحجابها يعني تحضر برامج يعني دينية وغيرها، وأصبحت هي قدوة لزميلاتها. إذا كانت بنتنا بهذه الأسلوب بهذه التدريب، فنحن كأولياء الأمور نحن كموجهين إحنا من باب أولى أن يكون عندنا برنامج لهذه العشر ذو الحجة. ما هي خطتنا لعشر ذو الحجة؟ يمكن كلنا نعرف أنه قيمة الأركان الإسلام بدأت من الشهادتين، والركن الحج يعتبر هو الركن الخامس. والركن بمعنى أنه هو معنى الركن معناه هو الأساس يعني في أي بناء الأركان هي الأساس. ونحن كأولياء الأمور الأم والأب هم أساس بناء هذه الأسرة. كيف يوظفوا هذه الأيام من خلال أولا استحضار النعمة اللي هي نحن نستحضر نعمة الأبناء، هذه النعمة اللي ربنا رزقنا لها. يعني لابد يعني أن النعمة تدوم بالشكر يعني، والشكر دائما يكون بالعمل. فأنا أبدأ أدع خطة، يعني مثل ما أنا أدع خطة لنفسي أدع خطة لابني ولبنتي، ونكون حريصين جدا من التهيئة. نحن مقبلين على عشر ذو الحجة وهذه الأيام المباركة وتعتبر من أفضل الأيام، فيبدأ التهيئة النفسية في البداية من كل النواحي. ما يكون فقط الأم هي اللي تهيئ واللي هي
يعني يمكن تدع البرنامج، لكن لابد كذلك الأب، يعني ما يكون هو في وادي وهي في وادي آخر. نقطة أخرى اللي من ضمنها اللي نقرص في أبنائنا، نذكرهم يعني دور الأم وتضحيات الأم. يعني الأم كيف كانت السيدة هاجر، ونحن نستوحي من قصة السيدة هاجر كيف صبرت وكيف احتسبت وكيف هي كانت متوكلة. وهذه تعتبر واحدة من السمات اللي هي الصفات أساسيات الصفات النفسية. الإنسان يعني يعتبر التركيبة النفسية فيها 5 أساسيات بالنسبة للجانب النفسي، من ضمنها اللي هي الصبر، التوكل، التفاؤل، عدم الجزع، اللي هي الصبر زي ما ذكرت تقريبا هي 5 صفات. هذه الصفات تعتبر هي أساس الصفات النفسية. وإذا لاحظنا نحن أو قرأنا مثلا نتابع في قصة السيدة هاجر، نجد إنه كيف كانت السيدة هاجر صابرة متوكلة، ويعني في هذا يعني تركها سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقالت الله أمرك بذلك، فقال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. فنحن يعني يمكن نلاحظ إنه يمكن الكثير مننا ما نعيش الآن لا في بلادنا، نعيش في حالة في بلاد المهجر، نعيش في غربة. وهذه تحدياتها لو نحن لاحظنا نحن إذا كنا ظروف الحياة جابتنا كذا، كيف نحن ناخذ يعني نتحلى بالصبر، ونتحلى اللي هي عدم الجزع، ونتحلى بالإيمان، نتحلى بالثقة بالله سبحانه وتعالى. ونحن نحكي هذه القصة لأبنائنا، كيف هذه الأم كانت هي تهرول وكانت تسعى ما بين الصفا والمروة، وهذا الحدث اللي سبحان الله يعني الشعيرة اللي يعني كل عام الناس تأتي من كل فج عميق يعني. فهذه شعيرة الحج ومناسك الحج بالنسبة لنا يعتبر واحدة من أهم الدروس التربوية، الدروس الإيمانية. نحن نحتاج أن نغرس في أبنائنا الجانب الإيماني، الجانب الروحي، ونحكي لهم هذه القصة، كيف أنه هذه الأم تحملت مسؤوليتها، كيف أن هي كانت واثقة يعني واثقة أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعها. فأنا أغرس في ابني، أنت إذا كنت متوكل على الله يا ابني، أنت استعنت بالله، ثق تماما أنه الله سبحانه وتعالى هو اللي يدبر لك الأمر. فأنا أستحضر هذه القصة وأروي لابني كيف كان المشهد. ونستصحب معانا كذلك كثير من الآيات والحديث، حديث ابن عباس، ولنذكره دائما أنه ابن عباس الرسول عليه الصلاة والسلام من قال لي يا غلام يعني أحفظ الله يحفظك، إن أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك، أحفظ الله تجد اتجاهك، فإذا استعنت فاستعن بالله. فنحن نغرس هذه المعاني الإيجابية، معاني القوة، معاني التوكل، معاني الثقة بالله سبحانه وتعالى في أبنائنا. وهذه فرصة طيبة حقيقة. يعني موسم الحج أو 10 ذو الحجة تعتبر بالنسبة لنا أرض خصبة، نحن نزرع فيها ونسقي في هذه الفترة، في هذه الأيام، كيف نغرس في أبنائنا هذه المعاني، معاني التوكل، معاني الثقة بالله سبحانه وتعالى، ونوضح لهم هذه الأسرة الطيبة، أسرة سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو والسيدة هاجر وابنها إسماعيل، هذا الابن البار. كيف كانت هذه القصة يعني ملهمة بالنسبة لنا نحن. نقطة أخرى اللي هي من خلال هذا الحدث نغرس في أبنائنا وحدة الزي، وحدة المصير، وحدة اللي هي المصير، ووحدة اللي هي العودة إلى الله سبحانه وتعالى. الكل يعني يمكن في الحج بنفس الزي، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. يعني إحنا كلنا يعني سواسية. هذا المشهد حقيقة مشهد يعني مشهد يقرص في نفوسنا، يعني يوضح لنا إلى أي مدى نحن أمام الله كلنا سواسية، نحن أمام الله كلنا يعني ما في زي ما يقول يعني ما في شخص أفضل من الثاني. فيبدأ ابني يتعلم
كيف إنه الأفضلية بالتقوى، الأفضلية بإنه إنك أنت تكون علاقتك بربك وهكذا. فيبدأ إنه تغرس فيه إنه ما يكون إنسان متكبر، ما يكون إنسان أناني، يكون إنسان اللي هو يفهم معاني الإيمان الحقيقية، ويكون بهذه المعاني يستطيع أن يتعامل بها، وأن تكون هي بالنسبة له موجهات في حياته. وبالتالي اتباع أوامر الله حتى في القصة نفسها، إن نحن يعني سبحان الله الاتباع مرتبط بالإيمان، ولذلك نجد أن كثير من الآيات تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنا أعلم ابني، يا ابني إنه الإيمان ليس فقط هو ما وقع في القلب وصدقه اللسان، أو بمعنى إنه إحنا لابد إذا أنا آمنت لابد أن ينعكس في عملي، إنه أنا أكون أنا ما أكون أنا يعني كبر مقتلا أن تقولوا ما لا تفعلون. وهكذا تكون هذه الجلسات وهذه البرنامج، أنا أبدأ أقرص في ابنه وأذكره. إحنا نكون في مشاهدتنا للحج نبدأ بالتكبير وبالتهليل وبالتسبيح وبالذكر، ما يكون فقط أنا مركزة على نفسي يعني. وهذه أنا أقول من الملاحظات ومن الأشياء من تجربتي للأسف زي ما ذكرت، يعني يمكن ربما ليس كل أولياء الأمور، لكن في الغالب نجد أنه نحن الكبار نحن نشتغل على نفسنا. طيب ماذا عن الأبناء؟ نستصحب معانا، وخاصة في هذه الأيام أتوقع الجميع يكون في نهاية اختبارات وفي عطلة نهاية العام الدراسي. فيمكن نقرص زي ما ذكرت من أهم القيم الأساسية، القيم النفسية اللي هي التوكل، الرضا، التفاؤل، الصبر وعدم الجزع. وهي هذه واحدة من الأساسيات في تكوين الشخصية، الصحة النفسية. ويكون بالنسبة لنا هذا هو موسم نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعني يكون بالنسبة لنا هذه الأيام فعلا أيام يعني نستقلها بطريقة إيجابية بطريقة فاعلة. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله في حلقات قادمة بإذن تعالى، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.